بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أخوكم محمود فتوح، صيدلي من جمهورية مصر العربية. هنشرح في 5 دقايق كده يعني إيه موضوع اليقظة الدوائية، وإيه الأكتيفيتيز أو النشاطات المطلوبة من كل شركة إنها تعملها في مجال اليقظة الدوائية، نظرا لأن هذا العلم هو علم حديث في مصر. فببساطة شديدة علم الفارماكوفيجيلانس أو اليقظة الدوائية في بداية إنشائه كان بيختص بدراسة الآثار الجانبية فقط لا غير. بعد كده حديثا بدأ يختص مش بس بالآثار الجانبية، لا بيختص بالإفكتس بتاعت الأدوية نفسها. أي دواء في الدنيا بيتم اكتشافه لغرض طبي، لغرض إنه بيستخدم في علاج مرض معين، تمام؟ لكن مفيش دواء في الدنيا إلا لما له آثار جانبية. فأي دواء زي ما قلنا ليه حاجتين، ليه سايد افكتس، ليه ادفيرس افكتس، وليه افيكاسي وليه فعالية. علم اليقظة حاليا بيختص بالحاجتين دول، الآثار الجانبية زائد فعالية الدواء. طيب علم اليقظة الدوائية ده ايه المطلوب من الشركة انها تعمله بالظبط؟ في بعض الاكتيفيتيز اللي موجودة في إدارة الفارماكوفيجيلانس في كل شركة. عندنا حاجة اسمها BSMF اللي هي فارماكوفيجيلانس سيستم ماستر فايل، ودي المفروض انها عبارة عن دوكيومنت بيتحط على CD ودوكيومنت هارد كوبي برضو، بيوصف الشركة نفسها وبيوصف نظام اليقظة ونظام الفارماكوفيجيلانس في الشركة دي عامل ايه، وبيوصف كل قسم داخل إدارة اليقظة أو قسم اليقظة في هذه الشركة. يعني مثلا يجي يتكلم على الداتابيز، قسم الاي تي يقول لك احنا عندنا كذا كمبيوتر، عندنا سوفت وير، السوفت وير ده مثلا بياخد الاثار الجانبيه من المرضى او من الويب سايتس او من الصحافه او بندخلها بالطريقه الفلانيه وبنفروضها للوزاره وبنبلغ بيها لوزاره الصحه المصريه مثلا او العربيه او السعوديه او ايا كان بالطريقه الفلانيه. فده قسم الاي تي جوه قسم الفارماكوفيجيلانس في كل شركه. وبرضه مش بيتكلم عن كده بس، بيتكلم على اقسام مختلفه، الدوكيومنتيشن، ازاي بحفظ الدوكيومنت بتاعتي وسواء كانت هارد كوبي ولا سوفت كوبي. بيتكلم برضو عن البيرسونال اللي موجودين في الشركه، وبالذات الQBPV اللي هو مدير اليقظه والاحتياطي بتاعه، والمناديب الدعايه في الماركتنج وفي السيلز اللي بيجمعوا الاثار الجانبيه المختلفه من السوق، وهكذا. بيحكي عن كل الشركه. فالBSMF المفروض ان هو بيتعمل بعد ما بيتاسس بقيه الاقسام، علشان هو عباره عن حكايه لنظام الفارماكوفيجيلانس اللي جوه الشركه نفسها. فهو فارماكوفيجيلانس سيستم ماستر فايل. عندنا دوكيمنت تاني اسمه RMB ريسك مانجمنت بلان. يعني ايه؟ اي دواء الشركه عايزه تسجله النهارده، بتفكر تسجله النهارده وبترمي على استعلام لوزاره الصحه، ايا كانت وزاره الصحه دي مصريه او في اي دوله في العالم، بتعمل حاجه اسمها اداره خطه لاداره المخاطر. يعني ايه؟ اي دواء زي ما قلنا ليه اثار جانبيه وليه استخدامات طبيه. طيب الشركه لما بتيجي بتطلب بتقدم طلب استعلام في وزاره الصحه المعنيه، لازم تقول هل اثاره الجانبيه دي هيتم التعامل معاها ازاي في المستقبل، الشركه هتتعامل معاها ازاي. ممكن يكون الاثار الجانبيه دي خطيره جدا، فلازم الشركه مثلا تقدم تحذيرات في النشره، تقول ان انا هعمل الدراسات الفلانيه علشان اقلل من مخاطر الدواء، لا ده انا هوعد دكاتره، هعمل نشرات اعلانيه، وهعمل كذا وكذا وكذا. خطه لاداره المخاطر اللي بتنتج عن هذا الدواء. زي ما قلنا كل دواء ليه اثار جانبيه وليه فوائد طبيه، فالاثار الجانبيه لازم يبقى ليها خطه لاداره المخاطر اللي بنسميها ريسك مانجمنت بلان. وفي ناس كتير تسال وانا ليه بعملها في الاول وانا لسه مسجلش؟ لا، هي بتتعمل في البدايه لانها خطه مستقبليه لكيفيه اداره المخاطر والاثار الجانبيه اللي بتبقى موجوده داخل نشره المستحضر. عندنا حاجه كمان اسمها BSUR اللي هي البريودك سيفتي ابديت ريبورت. يعني ايه؟ يعني التقرير الدوري لامان المستحضر. هو تقرير زي ما قلنا بريودك يعني دوري. في مستحضرات لازم يتم تقديم الBSUR ليها او الدوكيمنت ده بصفه دوريه كل 6 شهور، زي مثلا الداكلانز او السوفوسبوفير والادويه الفيروس سي. في مستحضرات كل 2 سنين، في مستحضرات كل 23 سنه زي مثلا البوفيدون ايودين
اللي هو خلاص مستحضر لوكال وبقى ويل استابليشد في السوق من زمان ومن سنين، فخلاص فمخاطره يعني قليله جدا. فما تستاهلش ان كل 3 سنين او كل سنتين اعمل لها او اقدم لها البي اس يو ار. يبقى البي اس يو ار ده بيختلف تقديمه من مستحضر لاخر. وعلى فكره البي اس يو ار ده بيتقدم لكل ماده فعاله في نفس اليوم عالميا. يعني مثلا النهارده 1 مثلا فبراير هتلاقي كل دول العالم مثلا بتقدم مثلا على باراسيتامول في نفس اللحظه في نفس الوقت لوزاره الصحه المعنيه. فهو الميعاد ده ثابت لكل المواد الفعاله في كل دول العالم. لازم في كل شركه عندها نفس الماده الفعاله بتقدم هذا الدوكيمنت في نفس اليوم، ما ينفعش تتاخر. ولو عندنا هنا في مصر تقديم البي اس يو ار او هذا الدوكيمنت شرط اساسي لاعاده تسجيل المستحضر. يعني الشركه لو ما قدمتش هذا الدوكيمنت لن يتم اعاده تسجيل المستحضر ليها. وبكرر، الشركه لو ما قدمتش البريودك سيفتي ابديت ريبورت المستحضر بتاعها في ميعاده لن يتم اعاده تسجيل هذا المستحضر. تمام؟ طبعا هنفرق بين الشركه اللي اتاخرت شهر شهرين 3 او اتاخرت ايا كان بس في الاخر قدمت الملف، عن الشركه اللي ما قدمتوش اصلا. تمام؟ طيب نيجي على الدوكيمنت اللي بعديه الاي سي اس ار. ده اختصار لانديفيدوال كيس سيفتي ريبورت. ده عباره عن ايه؟ اللي هو الشيت اللي بيتجمع من المريض، اللي بيبقى مكتوب فيه الحاله نفسها لما المريض خد الدواء حصل له اثار جانبيه الفلانيه و و و و فهو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه زي اليلو كارد اللي موجوده في بريطانيا. المفروض ان مندوب الدعايه ومندوب البيع في كل شركه بيتبلغوا بالاثار الجانبيه دي من اي مريض او من حتى من الطبيب البشري او من الهيلث او اي هيلث كير بروفيشنال، سواء طبيب ممرض صيدلي او حتى المريض نفسه. المفروض بيتجمع منهم الاي سي اس ارز دي، او حتى عن طريق النت او الويب سايت بتاع الشركه بتتجمع الاي سي اس ارز دي، وبيشوفوا الاثار الجانبيه والتبليغات لكل دواء الاثر الجانبي منه ايه، وبيتجمع الاي سي اس ار دي وتتحط كلها في السوفت وير في الداتابيز بتاعه الفارماكوفيجيلانس بتاعت كل شركه. وبعد كده بتفرد لوزاره الصحه، ووزاره الصحه المعنيه بعد كده بتجمع الاي سي اس ارز دي كلها، وبعد كده بتجمعها لمين؟ للدبليو اتش او في الابساله والعالميا، لانها بتجمع من كل دول العالم. بعد كده بيجمعوا الاثار الجانبيه من كل دول العالم ويشوفوا هل الدواء الفلاني ليه اثار جانبيه منتشره بطريقه رهيبه مثلا في كل دول العالم، وبالتالي عمل حاجه اسمها سيجنال، اللي هو الدوكيمنت اللي بعد كده سيجنال ديتكشن. تمام؟ فلو دواء مثلا دواء سين مثلا في اي دوله في دول العالم كتيره حصل منه نفس الاثار الجانبيه في معظم دول العالم مثلا، وبنسبه بكميات كوانتيتيف، يعني بكميات مثلا تعدي ال1000 كيس مثلا، الكميه اللي هي تقدر تخلي فيه سيجنال يعني اشاره. دي بتبقى حاجه موجوده في السوفت وير بتاع الجهاز، هو اللي بيقدر يحسبها. يعني مثلا لو 5 كيسز ما يديش سيجنال، 10 كيسز و لحد ما تزيد الكيسز الى عدد معين، وبعد كده السوفت وير والجهاز يقدر يقول لك ان في سيجنال هنا في الحته الفلانيه. تمام؟ ده موضوع السيجنال. طبعا في حاجات بعد كده، في سيجنال ايفالويشن، في سيجنال سبميشن، وفي جوه الدوكيومنتس دي حاجات كتيره جدا، بس انا بحاول اختصر للناس يعني ايه فارماكوفيجيلانس في 5 دقائق. وعايز اقول ان احنا كده لو جينا نبص للدوكيومنتس دي كلها هنلاقي ان البي اس يو ار ده هو عباره عن دوكيومنت جواه ار ام بي وجواه اي سي اس ار وجواه سيجنال ديتكشن. يعني كل دول دوكيومنت منفصل عن الثاني، لكن البي اس يو ار بيجمع كل الدوكيومنت الباقيه وبيحطها فيه، لانه هو عباره عن بيتقدم كل مثلا 3 سنين، وبيبقى جواه كميه الاي سي اس ار اللي موجوده، وبيتكلم عن الاي سي اس ار اللي اتجمعت والاثار الجانبيه اللي اتجمعت المستحضر، وبيتكلم برضو عن المخاطر بتاعه الدواء في البي اس يو ار اللي فات، وازاي هعمل لها بلان في البي اس يو ار اللي جاي، وبيتكلم برضو عن كيفيه الديتكشن بتاع كيفيه الكشف عن السيجنال وازاي هيتم التعامل معاها فالبي اس يو ار زي ما قلنا هو ملف او دوكيمنت بيجمع فيه كل الدوكيمنت بتاع علم اليقظه الدوائيه. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومه ولو حتى بسيطه عن اليقظه الدوائيه، وان شاء الله برضو انا تحت امركم في اي سؤال او اي استفسار، وموبايلي موجود هنا اهوت
على الفيديو. وشكرا جزيلا لسيادتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.